أيها الأصدقاء، يسعدني غاية السرور أن أشترك هذا المؤتمر باسم أستاذ كرسي سلطان قابوس لدراسة العربية في جامعة بكين. أنا اسمي أمين بوتشيمين من جامعة بكين. آه، إن العنوان مؤتمر هذه السنة هو ترجمة التراث العماني. فنحن نعرف أن عمان دولة وافرة وغنية بآثارها القديمة وحضاراتها المزدهرة، ليس في التاريخ فقط بل حاليا. فعندما أقوم بزيارة عمان فيمكنني أن أستمتع بآثارها وقلاعها وحصنها وحضاراتها وثقافتها. وقد قمنا بهذا المشروع منذ سنوات المالية، وقد ترجمنا كتاب اسمه الحرف العمانية دراسات التوثيقية. فعندما وجدت هذا الكتاب وجدت أن هذا الكتاب كتاب قيمة جدا ومثمرة. وأيضا هذا الكتاب يتكون من الأبواب كثيرة. الباب الأول هو توثيق صناعات الحرفية، والفصل الأول هو صناعة الفخارية، والثاني هو صناعات المعدنية منها نحاسية وحديدية، والفصل الثالث صناعة خشبيات منها صناعة السفن عماني. نحن نعرف أن عمان هو دولة مشهورة في صناعة رحلة وأيضا صناعة السفن. وفصل وأيضا منها من صناعة أبواب ونوافذ، وصناعة المندوس، وصناعة العصية. فالعصية هو نموذج من يعني كثير من الرجال العمانيين هم يحملون. وأيضا هناك الفصل الرابع هو صناعة الجلدية، والفصل الخامس هو صناعة النسيج منها النسيج القطني والنسيج الصوفي، والفصل السادس هو صناعة الفدية، والسابع هو صناعة السحفية أو صناعة الصاروج أسمنت عماني. وأيضا الفصل التاسع هو أدوات الصيد، والفصل العاشر هو تقطير النباتات العطرية. الصناعة 11 هو الفصل 11 هو صناعة الآلات الموسيقية. الفصل 12 هو صناعة العطور الكماليات، والفصل 13 هو صناعة النحت على عظام. الفصل الرابع هو صناعة المتنوع الأخرى. فإن هذا الكتاب لم يعجبني. هذا الكتاب كتاب مثلا دليل سياحي أو إعلانات عن بيع الأدوات اليدوية للسياح من قام بزيارة عمان ممكن يشتري هذه الأدوات الصناعية، بل هذا كتاب دراسي، وخاصة في أهمية حماية هذه الحرف اليدوية في عمان وكيفية حمايتها وخطوات عملية تنفيذ. عرفت من هذا الكتاب أن حكومة عماني قد وضع خطة كبيرة جدا في ترتيب أو تربية عدد من الحرفيين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وفقا لاحتياجات الفعلية لكل نوع من أنواع الصناعات الحرفية. أيضا يعني لو لم يكن هناك مثل هؤلاء الحرفيين أو الفنانين فلا يستطيع أن يستمر أو يرثوا هذه الصناعات اليدوية. فمع أننا قد ترجمنا هذا الكتاب ولكن منذ سنوات كثيرة، ولكن لم أرى هذا الكتاب يطبع في عمان أو في الصين. وأتمنى أن يكون هذا الكتاب مطبوع في الصين في أقرب وقت ممكن ليعرف الصينيين بأن عمان دولة تحب حضاراتها مهما كانت حضارة الصغيرة وحضارة الكبيرة. فبالنسبة إلينا بصفتي أستاذا لكورس سلطان قابوس في الصين وفي جامعة بكين، فنتمنى أن نواصل في ترجمة أو يعني في هذه المشروعات في ترجمة التراث العماني لكي يعني نساهم في وراثة الحضارات العمانية مهما كانت في عمان أو في الصين، لأن عمان دولة عريقة لها تاريخ طويل جدا، وأيضا لها الصداقة مع الصين منذ السنوات الماضية من رحلة البحرية. وخاصة حاليا نحن طرحنا مبادرة حزام الطريق، فعمان يلعب دورا مهما جدا في هذه المبادرة. فنحن نريد أن نتمنى أن تكون هذه الصداقة تستمر من الماضي من التاريخ حتى إلى الأبد.
وأيضا يعني قد وجدنا كتاب اسمه مذكرات أميرة عربية أميرة لأمير السالمي بنت سعيد، وكتابها اسمه رسالة إلى الوطن. فنحن نريد أن نترجم هذا الكتاب من العربية إلى الصين أيضا، ليفيد قراء الصينيين لمعرفة عمان تاريخها معرفة أحسن. فعلى كل حال، مع أننا لا أستطيع أن أصل إلى إندونيسيا أو إلى عمان وجها لوجه مع أصدقائي العمانيين والعرب وأصدقائي الآخرون، ولكنني أتمنى أن أكون بزيارتكم، وأتمنى لكم السعادة في معيشة في بلادكم، ونتمنى أن أرحب بكم إلى الصين في أقرب وقت ممكن. وشكرا.